حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. عملية التبريد الهوائي بشكل عام هي مش تبريد أصلا بالمعنى الحرفي بدون الدخول في تفاصيل معقدة، لكنها باختصار عملية تشتيت للحرارة، ومن هنا جه اسم المشتت. احنا بناخد الحرارة ونوزعها على أنابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي أنا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر نفسه، واستفردت بيه مع الأنابيب والمراوح وكل الحاجات دي. عشان كده سؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، الاجابه بتاعته ان مفيش افضليه مطلقه لاي نوع تبريد فيهم. الافضليه بتبقى معتمده على جوده المراوح وسرعتها، وعلى انابيب النحاس والقطع الالومنيوم في المشتت نفسه. باختصار ان العناصر المكونه للكولر جودتها تبقى عاليه، بالاضافه طبعا لنوع المعجون الحراري لانه بيشكل حلقه وصل مهمه جدا بين الكولر والمعالج نفسه. بالنسبه لعمليه التبريد المائي فخلينا نعرف ان المنهج واحد في كل تقنيات التبريد المستخدمه في الكمبيوتر، وهي تشتيت الحراره زي ما وضحنا، بس المره دي مش من خلال انابيب وجسم مشتت وبس. الموضوع هنا مختلف شويتين، بيكون عن طريق انابيب بيعدي من خلالها السائل. خلينا نعرف الاول ان التبريد السائل في منه نوعين هما الاشهر، النوع الجاهز او البري فيلد، وده مليان سائل من عند الشركه نفسها، بيجي لنا كده شغال وجاهز وبنركبه على طول بدون ما نعمل حاجه، معروف باسم AIO، وهو ده الاشهر. والنوع التاني اللي بنملاه سائل بنفسنا وبنتحكم في الالوان والكميه وكل التفاصيل زي ما واضح قدامنا كده، وده الاغلى ومش هتشوفه منتشر كتير. التبريد بيتم عن طريق القطعه الاساسيه الملتصقه في المعالج نفسه، اسمها البلوك او قاعده المشتت، ودي سواء مائي او هوائي هتلاقيها موجوده، ولازم تبقى لازقه فوق المعالج بالظبط، وبينها وبين المعالج بيكون موجود المعجون الحراري. بس في التبريد المائي القطعه اللي بتكون فوقه مضخه، مش مجرد قطعه معدن وبس زي الهوائي، والمضخه دي واصل فيها خرطومين ماشي جواهم السائل وطالعين واصلين فوق لغايه لما يوصلوا الرادياتير كبير، تقدر تعتبره قطعة مشتت كبيرة، بيبقى راكب عليه مروحة او 2 أو 3 حسب حجم الكولر بتاعك. اللي بيحصل ان البلوك او القاعدة الملتصقة في المعالج دي بتاخد الحرارة من جسم المعالج، بس المرة دي بتنقلها عن طريق السائل اللي جوه الخراطيم وتضخها لفوق عن طريق المضخة لغاية لما توصل للرادياتير، وهنا بيتم توزيع الحرارة على جسم المشتت او اللي هو الرادياتير نفسه، وبتتبرد عن طريق المراوح اللي راكبة عليه. وبعدين يحصل نفس الموضوع بس عكسي، السائل بعد اكتمال دورة تبريده بيتسحب تاني وبينزل عند المضخة، يسحب سخونة المعالج ويطلع تاني يتبرد، وهكذا وهكذا. وهي دي فكرة عمل الليكويد كولر بمنتهى البساطة. المبردات المائية في الطبيعي بتكون اغلى من الهوائية نظرا لان التقنية بتاعتها اعلى ومكلفة اكتر، بس عادي جدا انك تلاقي مبردات هوائية سعرها اغلى من بعض المبردات المائية، وده بيبقى لاختلاف الجودة، ووقتها غالبا بيكون الهوائي افضل. لكن لو مبردين نفس الكفاءة فطبيعي ان المائي بيبقى سعره اعلى. لو عايز تعرف اعلى تقنية تبريد بتستخدم في المطلق فهي النيتروجين، وده بيوصل لانه بيعمل تلج حرفيا، لكنهم بيستخدموه في التجارب وكسر السرعات الخزعبلي والتصوير والدعاية وبس. ما ينفعش انت كيوزر تستخدمه مهما كنت محترف، يعني ده مش للاستخدامات بتاعتنا خالص. وبيجي بعده لفئة الفلاج شيب، المبردات المائية باعلى فئتها، وبيبقى البسيط فيها معدي ال 10000 جنيه، ودي حاجات مش هتشوفها كتير، والنوعيات دي مفيش كولر هوائي بينافسها مهما كانت قوته. الكولر اللي معانا موديل ميستيك ARGB، بيجي بحجم 240 مللي من نوع البري فيلد AIO، جاهز على التشغيل مباشرة بالليكويد بتاعه، متوفر منه اللون الابيض والاسود. الكرتونة باللون البني والسيم المميز لديب كول، عليها ستيكر وصورة ملونة للمنتج وبعض المعلومات. داخليا الكولر متأمن كويس، وبنلاقي البراكتس والمسامير وكل الوصلات في اكياس منفصلة. معانا دعم كامل لكل السوكتس الموجودة على الشاشة، وعشان اقولك اكتر حاجات هتفيدك، في انتل من اول الجيل الثامن لغاية ال14 شغال معاك، وفي AMD هيدعم سوكت رايزن AM4 و AM5. مفيش حاجة الكولر ده مش هيشغلها تقريبا، معاك في اغلب الاجيال الموجودة حاليا. احلى حاجة كمان ان الكولر بيجي بالمراوح راكبة جاهزة عليه، وده اكيد احسن لانه بيوفر وقت ومجهود، ودي بكول غالبا بقت تعمله في كل الكولرات بتاعتها. الكولر بيجي بمراوح موديل FD12 ARGB مقاسها 120 مللي، سرعة دوران المروحة بتوصل 2400 لفة في الدقيقة، ومعدل الضوضاء 38.71 dB. موتور المروحة هيدرو بيرنج، وكابل التوصيل 4 بن، وشغالة بنظام BWM. عليها انتي فايبريت بادز بالتصميم المعتاد لديب كول بحيث تمنع اي اهتزازات او نويز. المروحة بتنور ادريسابل RGB، مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. الإضاءة قوية وشكلها حلو جدا.
البامب من الجيل الخامس تطوير ديب كول، ودي من احدث وافضل موديلات الشركة الموجودة حاليا. سرعة دوران المضخة بتوصل 3400 لفة في الدقيقة، وده رقم كبير جدا. الاداء بتاع البامب دي عظيم، والتطوير كمان واضح فيها قوي، بس احيانا بتلاقي صوت تكات كده طالع منها، هو عالي شويتين بس مقبول، مش هتحسه نويز بشع يعني. عايز اقولك ان اغلب الكولارات الجديده من ديب كول بتشتغل بنفس المضخه، يا دوبك بيغيروا شكل المضخه الخارجي واحيانا المراوح وبس على كده. الشاشه ال LCD اللي بتيجي في الوش بحجم المضخه كلها تقريبا، تقدر تتحكم فيها من خلال السوفت وير، بتتحكم من خلاله في كل الاوبشنز الخاصه بالمضخه وبالكولر نفسه، وبتشوف كمان تفاصيل عنه. الشاشة بنقدر نعرض عليها الحرارة والاستهلاك، ونقدر كمان نراقب الأداء ونسجله، ونقدر نعرض سرعة المراوح، بالإضافة لأننا ممكن نختار أكتر من صورة تتعرض عليها، بتبقى متحركة أو ثابتة حسب اختيارنا. الشاشة ليها كستمايزيشن كتير حلوة بصراحة، الوضوح وجودة الصورة عليها من أعلى الشاشات ال LCD اللي ممكن تشوفها، كمان الإضاءة بتاعتها قوية، ومعاك تحكم في كل حاجة من خلال الابليكيشن. كمان المضخة نفسها وطريقة عرض الصور بتركب معاك على اتجاهين، لأن فيها جايروسكوب بيقلب معاك بورتريه أو لاندسكيب، ودي نقطة حلوة قوي. بس للأسف يعني الحلو ما يكملش، الابليكيشن بتاعها بيعلق في أوقات كتير، مش أظبط حاجة، مش عارف بقى دي مشكلة عندنا بس ولا هو مع ناس كتيرة كده. الكولر بيجي عليه ثيرمال بيست جاهز على طريقة المراوح الستوك. البلوك عبارة عن قطعة سميكة من النحاس، حجمها مناسب وهتغطي أغلب المعالجات مرتاح. في جنب الرادياتير بنشوف الجزء المقفول ده، وده انتي ليك تكنولوجي من ديب كول، بحيث يمنع اي تسريب او مشاكل، وخلال تجاربنا مع كولرات كتيرة من ديب كول الحمد لله ما شفناش اي تسريب حتى الان. الخرطوم 41 سنتي، هتلاقي فوق الافيزات المشهورة بتاعت ديب كول، بحيث تديك افضل كيبل مانجمنت وشكل جمالي مرن جدا، وهتقدر تتحرك بيه بسهولة. الرادياتير من الالومنيوم عالي الجودة، بيجي باللون الاسود بالكامل، حجمه الستاندرد الطبيعي، وكمان هيركب على الكيسات الشعبي. سعر الكولر $180، يعني ما يعادل 5600 جنيه مصري تقريبا، متوقع تغير في السعر حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، وتجربتنا كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف. زي ما انتوا عارفين معالجات الجيل ال 13 وال 14 فيها بعض مشاكل الحرارة، فأي اختبار بنعمله لو هتقيسه على معالج مختلف هيكون 5 درجات متوسط أعلى. جربنا مع 250 واط وده الأساسي للمعالج بتاعنا، و5 جيجا هرتز، كذلك جربنا مع 250 واط برضه بس 4 جيجا هرتز. عملنا اختبارات ضغط وانكودنج على برامج تيست مختلفة، وكمان شغلنا مجموعة من الجيمز بحيث التجربة تكون كاملة. من النقط المميزة في الكولر ده هي جزئية التركيب، زي ما قلنا بيركب بسهولة والوصلات بتاعته بسيطة، مش هتحتاج حتى تبص في الكتالوج. ديب كول ميستيك في فئة ال 250 واط وتردد 4 جيجا هرتز بيسد جدا حتى مع المعالجات المبالغ في حرارتها، وهيديك أداء محترم قوي تحت ال 80 درجة. كمان الكولر كشكل يعتبر تحفة فنية، يعني مفيش أي تعليق على المنظر اللي قدامنا ده، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. لو بتفكر في كولر احترافي لجهازك المتوسط او حتى الهاي اند، ومش عايز تدفع كتير خالص وتاخد اداء قوي وشكل جمالي مميز، وكمان عايز الكولر يبقى فيه امكانيه ان انت تحط عليه صوره ثابته او متحركه، يبقى بدون تفكير يا صديقي ديب كول ميستيك ARGB الجديد ده لازم تخليه في اول الاختيارات ان ما كانش اولهم، ترشيح شهابي اكيد.